يعني يعني احيانا انا كنت كنت بتتعب. انا كنت اشوفها زمان وهي متجوزه علي. مم. بس هي طبعا ما تفتكرنيش، مم. لانه كان بيبقى فيه ناس كتير موجوده وحاجات زي كده. مم. كنت اشوفها، كانت هي بقى في ايامها بقى كانت سعاد، يعني سعاد بقى الجميله المدهشه يعني، مم. اللي هي عملت بعد كده الراعي والنساء والدرجه الثالثه والمش عارف ايه والحاجات دي. مم. فانا شفتها في المرحله ديت في بيت علي بدرخان، مم. وكان جوزها لسه متطلقوش. مم. ف وكنت انا لسه يا دوب بادئ على باب الله، يعني لسه يعني بخلص حكايه الغريب. مم. ف ف ما تفتكرنيش يعني، انا حاولت افكرها، قالت لي مش فاكر. بس انت بقى لما شفتها، يعني الفترة اللي انت بتتكلم عنها دي، كان شفت سعاد حسني ايه شخصيا؟ كانت عاملة ازاي يعني؟ شفتها هي ازاي؟ نفس، بصي، هي نفس الروح الجميله الطيبه الودوده اللطيفه اللي ما فيش منها، مم. لكن شكل متغير تماما يا عيني. مم. يعني الجسم طبعا منفوخ بالكورتيزون مم. من الام الظهر. قالت لي انا معلش، انا عشان باخد كورتيزون كتير، مم. فهو اللي نافخ الوش والخدود والبتلاقيني زي مورمه. قلت لها اه فعلا. مم. قلت لها بس انت قمر برضه، يعني مم. انت مورمه مش مورمه، انت زي القمر. مم. قالت لي ربنا يخليك، لا انا طبعا محتاجه ترميم، يعني محتاجه شغل، انا تعبانه، انا تعبانه. مم. فطبعا هقول لها ايه يعني؟ هتقولي لها ايه في حاله زي دي؟ هي عارفة. هي عارفة. طبعا هي طبعا كل واحد اضرب نفسه يعني، وعارفه ده ان ده بيجاملها يعني، بس انا والله ما كنتش بجاملها. مم. يعني انا كنت شايفها حلوه في اي حاله. مم. دي سعاد حسني، اه هي طبعا. بالنسبه لي حلوه في اي وضع. مم. فالمهم انا لقيت الروح اللي هي روح سعاد، مم. هي الروح دي اللي مجننانا كلنا. اللي هي تتعامل معاك انت تحس يجيلك احساس كده كانك عارفاها من 100 سنه مم. وهي لسه مقابلاك. مم. ده هي يعني هي ميتة دلوقتي يا أستاذ محمد، واحنا لما بنشوفها بتحس انها معانا. ده احساس عجيب وغريب جدا، تحس والله انها فاهم حد. تخيل الشخصيات مم. وتقمصها وكده. يعني مم. دي قعدت تكلمني على حاجات في سيناريو يا دنيا غرام، انا كنت بقى نسيت بقى. مم. يعني الفيلم اصلا اتعمل، مم. يعني الفيلم اتعمل واتكتب فتحس عنه ان لما حد محترف بيكلمك، ولا اول مرة حد يكلمك بالشكل ده في سيناريو، فاهم؟ بتتكلم في حاجات. والله انا كان اول مره اخد بالي منها. شفت بقى. العليا كانت مكونه من ثلاثه: مم. يوسف شاهين، مم. وصلاح ابو سيف، مم. وتوفيق صالح. مم. ايه مهمه لجنه القراءه العليا ديت، لجنه المهرجانات العليا ديت؟ مم. انها تقرر تشوف الافلام وتقرر ايه هو الفيلم السنه دي اللي يمثل مصر لو اي مهرجان دولي طلب من مصر انها تبقى ممثله. ايه. مم. فراحوا مرشحين يا دنيا غرامي، ولذلك راح كل المهرجانات، مم. بما فيها تشقند، بما فيها مهرجانات حتى بقت في ما وراء التاريخ ما عادتش موجوده حتى. مم. ففي التقارير اللي كاتبينها الثلاثه، رغم ان كل واحد بيكتب تقريره لوحده، مم. ودول ثلاث شخصيات مش هافه، مم. ده يوسف شاهين وصلاح ابو سيف وتوفيق صالح. طبعا. يعني دي شخصيات مش شخصيات رخيصه، مم. دي شخصيات غاليه جدا يعني، ده هم دول السينما المصريه. صح. فكتبوا كل واحد بيكتب بخط ايده تقرير. مم. طيب هو شغال في المركز القومي للسينما، مم. بالحيل والبتاع اطلع على التقارير. مم. انا مش شغال في المركز القومي للسينما، مم. لكن انا فين؟ انا بكتب في الكوزموبوليتان الصبح مم. من 6 الصبح. مم. مين بيروح 7 الصبح الكوزموبوليتان يوميا؟ مم. صلاح ابو سيف. مم. فصلاح ابو سيف لقيته راح جاي وراح قاعد قال لي ايه بقى ما بتاعت لما سعاد سافرت وكده، دي فرصة عظيمة بقى، وانت قعدت حلمت
ما رحتش مثلا لعلي بدرخان، ما رحتش سألت عليها على الناس اللي بيكلموها في لندن هتيجي او كده، او انت فاهم يعني؟ ما انا علي بدرخان ما متصورة. كانش علي بدرخان ملوش علاقه بيه. بس هم هتكلم علي عملوا بدرخان ليه؟ بس هم عملوا الراعي والنساء. لو ده تفتكر كان هي كان ده عارفة الكلام ده بعد كان قبلها. ده عايز اسألك بعد. انا على الحتة دي. لا لا لا، انا قبلها لا يعني قبلها كانت سعاد. اولا هي طلعت من زواجة علي بدرخان. علي بدرخان طبعا كان مسيطر على كل شيء. مم. بالنسبة لسعاد ما حدش بيشتغل مع سعاد الا هو. مم. طلعت من حوزة علي بدرخان، دخلت في حوزة مم. فيلم الدرجة الثالثة شريف عرفة وماهر عواد. مم. فجوزها كاتب. مم. يعني هتخش تعملي ايه؟ يعني هتخش تعملي ايه؟ مم. زي محمد خان يقول لي نفسي اشتغل معاه، بس هو راح متجوز كاتبه. مم. فبقت هي اللي بتكتب له كل حاجه، ورغم انها بتقلد شغل. يعني عملت فتاة المصنع، وعملت شقه مصر الجديده، وعملت برضه 3 بنات وكده يعني. ايوه عارفاها. ف طيب هتخش ايه انا بقى؟ قصدي المشكله اللي حصلت في الراعي والنساء، عندك فكره عنها؟ بتاع نادية الجندي لما خدت الفيلم. لا 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 لا، عملوا مشكله كده في الجرايد وبتاع وحاجات زي كده. مم. مم. هي كانت غضبانه اه قوي سعاد لما كانت مع سلمى الشماع، وفضلت تقول لها غضبانه غضب شديد قوي عشان. وانا والله بسببها وبشكل غير مباشر مم. نادية الجندي قابلتني في استوديو الاهرام. مم. كانت بتصور مش عارف ايه، وازيك يا حبيبي مش عارف ايه وبتاع. قلت لها لابسه تريننج كده وبتاع. كانت مم. متجوزه المنتج ده اسمه محمد. مم. المنتج محمد عارفاه، محمد اه مختار. مم. محمد مختار. مم. فمش هتكتب لي؟ مم. قلت لها والله ما فاضي وحياة ربنا مدام نادي. مم. طبعا انا كان مستحيل هكتب فيلم نادية الجندي. ليه بقى؟ لا انا بعمل شغل خاص جدا ما تعرفش هي تعمله. وبعدين هي كانت حاطه تقريبا، كانت حاطه سعاد في دماغها. طبعا، هو مين ما حطش ساعات في دماغه؟ مم. مين اعتقد كده حتى مين ما كحفله حط ده السينما. حتى فاتن. مم. هو مين اللي ما حطش ساعات في دماغه؟ صراحه لانه فرض كبير. حضور الهي. واحده عندها حضور، ربنا اداها حضور الهي من عنده، من عند ربنا. لا يستطيع احد ان يباريه او يجاريه او ينفيه ولا اي حاجه. وهي ما بوظتش ده بالكبر ولا بالتكبر، ولا فاهم، بروحها برضو. لا لا مش لا يا مجرد روحها. حضور بس، لا ده كان بروح اه حلوة. اه واهل ولا يهم. السينما نفسهم هي منع نفسها عنهم. منع نفسها عن كل البشر. مم. لا جوزها ما بيشوفهاش. مم. ف ف ربنا يرحمها يا رب. يعني حاجة مش هتتكرر في تاريخنا، ولا بعد 5 6 أجيال يعني. مم. بس هي ف- ما تتنسيش. يعني ما انا أنا قصدي بقول ان فترة. لحضرتك هي عايشة. هي لا عايشة. لا لا، هي قصدي ايامها حتى المخرجين والسيناريستات عايزينها. يعني مش مثلا خلاص راحت عليها بقى وفي ناس جديدة لا 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 دلوقتي، المرحلة لا دي ما لا لا عدتش على سعاد حسني. لا لا خالص، ما وده عدتش مهم، عليها خالص. لا 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 خالص، دي كانت هي اللي بتطلب. رغم انهم يعني شافوها في الراعي والنساء برضو ما كانتش، انت فاهم. هو انا اذا كان بقول لك انا قاعد رحت للمنتجه بالصدفه مم. في بيتها سمعت. عشان اخد منها النسخه. مم. وبتقول لي ايه ليه نسخه؟ ما تشوف الفيلم. مم. قلت لها طب ما انت شفت الفيلم وطلبت النسخه يا ناي. مم. يعني قالت لي انا عشان انا منتجه. مم. هي ناويه تشتغل. قلت لها طالبه مني موضوع. قالت لي طب انا هعمله. مم. انا هعمله من غير ما تعرف ايه هو الموضوع ولا ايه هو البتاع ولا اي حاجه. قالت لي ايا ما كان الموضوع انا هعمله. بس سعاد حسني. انا واديني بقى يعني جدعانه منك كده. اديني مم. فرصه بس اسمع صوتها. ياه. وحياه ربنا قلت لها ماشي. قلت لها هجيبها كده بطريقه ملتويه يعني. مم. فكلمتها وقلت لها انا في الطريق. اجي يا استاذه انا في الطريق ليكي. قالت لي اهلا تشرف. قلت لها انا طبعا دخت. قالت لي لقيت السيناريو؟ قلت لها طبعا لقيته عند ناهد فريد شوقي. مم. قالت لي والله؟ قلت لها وهي بالمناسبه بتسلم عليكي وبتاع
قالت لي سلم لي والنبي عليها كتير. قلت لها هي قاعده جنبي، ايه ما تاخدي تكلميها تسلمي عليها. قالت لي هات اديها لي. مم. فديتها التليفون، قعدوا يتكلموا بقى ونهي تعيط ودي تعمل وقالت لها حبيبتي ولما ترجعوا انا اولا انا محتكر شغل محمد حلمي يعني، واي حاجه هتوافقي عليها هعملها لك، مم. وباي شروط انت عايزاها. مم. قالت لا ربنا يسهل، بس دلوقتي عشان انا رايح اتعالج وكده مش قادر اتكلم دلوقتي ومش عايز اربط الراجل دلوقتي، فربنا يسهل. بس انا يعني هحتاج السيناريو بتاعه اقعد اقرا فيه يعني، ان مم. حبيت الفيلم وعايز اقرا السيناريو. مم. بس وطلعت عليه. فيعني هي لا، انا منتجه انا وكان باكد فكره ان سعاد ما كانتش منسيه.